فيلمنا بيبدأ مع البنت دي وبيكون اسمها لينا عايشة في مدينة صغيرة مع والدها في المطعم بتاعه بتساعده في الشغل اليومي، وبنعرف إن والدها ساعتها عاجز وبيتحرك على كرسي متحرك كمان عليهم ديون كتيرة، والمطعم بتاعهم حالته تعبانة جدا ومحتاج إصلاحات. ولينا بتفهمه إن المشاكل ديت ممكن تخليهم يمشوا من المدينة، بس هو بيرفض وبيطمنها إنه هيتصرف ويهتم بكل اللي باظ. وبعد شوية توصل عربية فيها كلايد ومعاه 2 من رجالته، وبنعرف إن كلايد ده ابن اخطر واحد في المدينة وبيبيع مخدرات ومسيطر على المدينة كلها، وبيدخل جوه عشان يكلم لينا وبيطلب منها تيجي المصنع في ميعادها المحدد لانه ما بيحبش التأخير، ومقابل انه يدفع لهم الديون كلها اللي عليهم، وبيهددها انها لو رفض عرضه هياخد بيتها ويتعدى عليها، وبيقرب منها عشان يحاول يلمسها، لكن والدها اوين ما بيسكتش وبيحاول يمنعه. وكلايب بيتعصب جدا وبيقول له انا صاحب المدينة، وبيضربه وبيهددهم وبيمشي. ولينا بتطمن على والدها بالليل وبتقعد في اوضتها تتكلم مع صورة اخوها اللي مات في الحرب، وبيتمنى يبعت لهم حد يساعدهم في المحنة اللي هي فيها دي. وبعد كده بنشوف جاك هولستر راجل فقير وشايل شنطته معاه دايما، بيحب الترحال ومن لبسه واضح جدا انه ملوش مكان ثابت يقعد فيه، وبيوصل للمتجر ده وبيقول له انا محتاج اكل وما عنديش فلوس، والراجل بيقدر يشغله فعلا مقابل اللي هو يشتغل معاه. وصاحب المتجر ده اسمه فيرن بيوافق على طول لما بيعرف ان هو محارب قديم في الجيش، وجاك بيبدأ الشغل وبيسرح الرف المكسور. وخلال شغله فيرن بينصحه انه ياكل ويمشي على طول عشان خاطر انهم هنا ما بيحبوش الزوار الجديده، وجاك بيكمل شغله باتقان. وبعد ما بيخلص فيرن بيقدم له الاكل، وبعدها على طول بيوصل على بيت مأمور الشرطه ويل، وبيشوف في شخص غريب موجود في المكان، فبيعرف انه عابر سبيل ومش باين منه خطر، بس برضه بيطلب من جاك يخلص اكله ويمشي بسرعه لانه مش مرحب بيه في المدينه دي. وجاك بيساله لو هو مخالف للقوانين، وويل بيتضايق من اسئلته وبيهدده انه لو شافه تاني هيقبض عليه ويلفق له تهمه تقيله جدا. فجاك بيوافق وبيكمل اكله. وعلى الناحيه التانيه بنشوف كلايد قاعد في قصره مع والده، وقبل ما ينزل بيكلم والده ويقول له انت محتاج مني حاجه قبل ما امشي. والده بينصحه انه يفضل دايما حذر وبيرجع تاني يعزف على البيانو. وبعد كده بنشوف شحنه داخله المصنع، والنشاط اللي باين في العلن نقل مشروبات وبس، لكن في الحقيقه في مخدرات، والمصنع مشغل اهل المدينه كلهم حتى كبار السن بيشتغلوا غصب عنهم. بيوصل زيك المساعد الخاص بجيري وبيطلب من عامل اسمه راندل يجي معاه ضروري بسبب مشكله كبيره حصلت، وراندل على طول بيروح معاه وهو متوتر، ومراته بتبقى قلقانه جدا عليه. وبعد كده بنشوف جاك باين عليه انه لسه عاوز يعرف سر المدينه دي ومش ناوي يمشي، وبنشوف فندق صغير وبيدخل وبيطلب اوضه عشان يحجزها، لكن صاحب الفندق بيقلق منه وبيرفض في الاول ان يديله اي حاجه، بس جاك بيقول له انه هيقعد بس لمده يوم واحد، فبيقتنع ويديله اوضه فاضيه. وبيوصل زيك مع راندل لقصر جيري، وراندل بيبقى متوتر ومش فاهم هو عامل ايه، فجيري بيقول له انه غلط واتصل على المدعي العام وكان عاوز يفتح نشاط المخدرات تعاون مع العصابة الكراتيل، وانهم متأكدين انه هو اللي عمل كده. وراندر بيعرف انه كان خايف وحاسس بالذنب على طول، وزيك بيعاقبه وبيكسر له ايده، وراندر بيوعده انه مش هيتكرر الغلط دي تاني. وبعدها جاك بيوصل على المطعم وين بيقابله وبيتعرف عليه وبيقول له انه عابر سبيل وبيعرض خدماته مقابل فلوس، وهيقعد لمدة يوم واحد بس. وين بيلاحظ من لبسه انه كان في القوات الخاصة، وبيحكي له عن ابنه اللي مات في الحرب وان مفتقده جدا. واوين بيوافق وبيطلب منه يصلح الفرن، وجاك فعلا بيبدأ في التصليح. ولينا بتدخل عليهم وبتشوف والدها مع شخص غريب واللي بيقول لها انه اسمه جاك، فبتتضايق جدا وبتاخد والدها على جنب وبتقول له ان وجود شخص غريب في المدينة ممكن يعرضهم للخطر. ولينا بتقول لوالدها الشخص الغريب ده ممكن يكون خطير، واوين بيطلب منها تراقبه على طول في فترة شغله، ولو حصل منه اي مشكلة هتصرف شروفه معاه فورا. وجاك بيبدأ بهدوء ويصلح الفرن وبيشتغل بكل مجهود وبيصلح حاجات تانية كتير في المطعم، وبيقدر في الاخر يشغل الفرن بنجاح. وجاك بيبقى فرحان جدا انه خلص المهام اللي عليه، واوين كمان بيفرح، بس الفرحة ديت ما بتكملش لما كلايد بيخش عليهم وبيشوف شخص غريب في المدينة، فبيسأل اوين عنه فبيرد عليه انه زائر وبيساعدهم في المطعم وبيصلح لهم حاجات. فكلايد بيتعصب وبيسأل جاك هو بيعمل ايه هنا، وجاك بيرد عليه بهدوء. واوين بيطلب من كلايد يسيبه يكمل شغله وبيقول له
انه هيمشي بعد يوم واحد بس، وكلايد بيوافق على مدة يوم واحد بس، ويقعد وهو ورجالته في المطعم، ولينا بتبدأ تقدم لهم المشروبات، وكلايد بيطلب منها تقعد معاهم وهي بترفض، فبيحذرها من رفضها المتكرر ليه. وبالليل بنلاقي جاك قاعد معاهم وبيسألهم عن كلايد وليه بيجي لهم كتير جدا، ولينا بتقول له انه معجب بيها بس هي مش مهتمية بيه خالص، وانها قادرة تتعامل مع الموضوع بنفسها ومش محتاجة مساعدة. وجاك بيتضايق جدا من ردها وبيسأل اوين ليه ما بيهربوش من المدينة، فبيقول له ان جيري له علاقات كتيرة ويقدر يوصل لهم في اي مكان. فجاك بيخلص اكله وبيشيل شنطته وبيمشي، لكن لينا تطلع وراه وبتديله فلوس وبتعتذر على الطريقة اللي اتكلمت معاه بيها، بس بتوضح له انها مش عايزة مشاكل اكتر من كده. وجاك بيتفهم كلامها وبيمشي وبيروح على الفندق وبيطلب الاوضة اللي حجزها وبيديله الفلوس. وفي نفس الوقت ده بنشوف لينا في المصنع مع باقي اهل المدينة وهما بيعبوا المخدرات، وجاك بيفتكر ايام الحرب وانهم وقعوا في فخ بسبب القائد اللي بعتهم في مكان غلط عشان يقتلهم ويتخلص منهم، والرصاص كان في جسمه وقدر ينجو منها بصعوبة شديدة. وتاني يوم وين بيلاحظ ان سقف المطعم متهالك، وجاك بيعرض عليه المساعدة ووين بيوافق على طول، ولينا بتتضايق جدا لانه لسه موجود وحاسة انه هيجيب لهم مشاكل كتيرة. ووين بيرفض يسيبهم ويمشي ويقول لهم انه هيتحمل اي مشاكل لوحده، وبيشكروا جاك على مساعدته وبيطلب منهم يقعد يوم كمان. ولينا بتسأله ليه فضل موجود، بيقول لها انه عاوز يساعد وين لانه راجل طيب. وبعدها كلايد بيدخل وبيشوف لينا وبيتضايق منها لانه بيلاقي جاك لسه موجود وبيتعصب وبيطلب من جاك يشيل شنطته ويمشي. ولينا بتقدم لهم المشروبات وكلايد بيطلب منها تقعد معاهم وبيمسك ايدها فبترمي المشروبات في وشه، وكلايد بيتضايق منها جدا. وجاك بيدخل بسرعه وبينط على الترابيزه وبمهاراته بيمسك كلايد وبيدخل السلاح وبيحددهم كلهم وبيخليهم يسيبوا اسلحتهم ويطردهم بره. ولينا بتقول له انت كده سببت لينا مشاكل كتيره، وبيشرحوا لجاك سبب كل اللي بيحصل ده، وان جيري بيتاجر في المخدرات ومتعاون مع عصابات الكرياتيل وصعب يهربوا منهم. لما جاك بيسالهم عن الشرطه بيعرفوا ان المأمور كمان متورط مع جيري ومفيش اي حل قدامهم. وكلايد بيرجع البيت ووالده بيساله عن اللي حصل، فبيقول له ان في راجل كبير في السن هو اللي ضربهم وعمل فيهم كده، فبيضحك ويستهزئ بيهم ويقول له ان بقى حبه عيال. وزيك بيتحرك عشان يخلص عليه بس جيري بيمنعه وبيقول له انه في حل تاني، وبيتصل بالمأمور والاتصال ده بيوصل فعلا للمأمور بسرعه. وجيري بيطلب منه يخلص على الراجل الغريب اللي في المطعم، والمأمور بيوافق. وبعد كده جيري بيطلب من كلايد يروح المطعم ويكمل شغله في المطعم مع كل اهل المدينه، وبيتجمعوا وبيتكلموا لانهم معترضين على طرد المخدرات وشايفين ان جيك ممكن يساعدهم، بس خايفين جدا ان جيري يتغلب عليهم ويتخلص منهم لانهم خالفوا الاوامر. وفي نفس الوقت ده جيك بيتكلم مع صديقه في التليفون وبيعرفه انه لسه عايش، وصديقه بيتفاجئ جدا لان العالم كله فاكر انه مات. وجيك بيطلب منه خدمه يبعت له اسلحه كتير وصديقه بيوافق على طول. والمأمور بيوصل المطعم وبيشوف التجمع وبيشك انهم بيحضروا مأموريه وبيطلب منهم يسلموا جيك اللي يحبسهم كلهم. وجيك بيطلع وبيقول له انه يسلم نفسه، بس بيضيف انه كلم صديق قديم ليه في الجيش وهو عقيد وعرف مكانه ومستني منه مكالمه دلوقتي وهيجي يدور عليه. وساعتها قوات الألفبيه هتنزل تفتش المدينه كلها وتفتش المصنع اللي بيتاجروا فيه المخدرات، وتورط المأمور معاهم. وجاك بيطلب منه يقعد معاه يوم كامل، والمأمور بيتوتر وبيوافق على طلبه وبيسيبه يوم اضافي وبيمشي. وجاك بيقول للناس اللي موجودين انه كان بيكذب. وفي المصنع جيري بيتفق مع الرئيس الكرياتيل على شحنة اكبر، ودي بتبقى اكبر صفقة في حياته. وفجأة بتوصل لهم اتصال من المأمور بخبر مش كويس خالص. بيوصل لجيري ان الخبر ان جاك قدر يوصل لشرطة الفيدراليين وان له صلة مهمة جدا في الجيش الامريكي. وجيري بيقول له انه هيتصرف هو في الموضوع ده ووقف المكالمة. وبعدها على طول بيطلب من زيك يدخل ويقتل جاك واي شخص من اهل المدينة يعارض الاوامر. والعقيد اللي جيك ذكر اسمه هو ميت اصلا في الحقيقة من زمان جدا. وبالليل بنلاقي اللي جيك قرر انه خلاص هيمشي من المدينة، لكن لينا بتطلب منه يساعدهم لان السكان هنا ضعاف جدا ومش هيقدروا ينجوا من جيري بعد اللي حصل. وجاك بيوافق يساعدها وبيطلب منها توصله لمكان مهم جدا. وتاني يوم على طول نشوف اللي هم اتحركوا مع بعض في الطريق. لينا بتقف قدام البيت ده وجاك بتعرفه مكانه وبتقول له انه مكان فاسد جدا وله علاقات مع اكبر السياسيين الفاسدين. وبعد كده بيروحوا يستنوا الطياره وفيها صديق جيك وبيسلمه شنطه مليانه اسلحه وبيسلم عليه وبعدها بيمشي. وفي نفس الوقت ده بيكون الاتنين من العصابه بيراقبوا وبيتحركوا وراهم. وجيك بيلاحظ ان
ان في عربيه ماشيه وراهم، وعلى طول بيطلب من لينا لا تسرع، والعصابه بتهجم عليهم وبتخبط عربيتهم اكتر من مره، وجاك بيضرب عليهم نار، هما كمان بيرد عليهم بضرب نار عنيف جدا، ويوصل لسلمانة مهجورة، وجاك ولينا بينزلوا بسرعة ووراهم أفراد العصابة وبيدخلوا سمعانة وبيفضلوا يدوروا عليهم. بيحصل تبادل نار كتير جدا ما بينهم، وجاك بيتحاصر وبعدين بيتحركوا وبيهربوا منهم بسرعة، وبيستخبي هو ولينا بيطلب منها تفضل مكانها وما تتحركش، وبيديها سلاح تمسكه معاها، وجاك بيضرب عليهم نار، واحد من العصابة بيجري وراه بسرعة والتاني بيبقى مصاب ويفضل يدور على لينا، ولينا بتعمل صوت بالغلط فبيرجع لها تاني، وفي اللحظة دي جاك بيكون مستخبي ومستني الوقت المناسب يظهر من وراهم، وبيظهر من وراهم ويضرب عليهم نار وبيقتلهم، وبعدها المجرم التاني بيدخل يدور على لينا، ولما بيقرب منها يتفاجئ بضرب نار، لكن الرصاصة ما بتجيش فيه، ويبقى على وشك انه يقتلها، وجاك بينقذها في اخر لحظة وبيقتلها، ولينا بتفرح جدا وبيتحركوا بسرعة وبتقول له ان كده دلوقتي هيطردهم في المدينة كلها، وجاك بيطلب منها انها ترجع تاخد والدها ويمشوا من المدينة. ولما بيوصلوا بيلاقوا المدينة هادية بشكل غريب جدا، وبيتفاجئوا ان كلايد ورجالته موجودين في المطعم واخدين منهم الشنط اللي فيها الأسلحة، وكمان مجمعين كل سكان المدينة. وكلايد بيبدأ يتكلم ويقول له إن الغلطة اللي حصلت دي مش هتعدي بسهولة، وكلايد بيضرب جاك لحد ما بيفقدوا الوعي، وفي الآخر بيفتكروا إن مات، وبعد كده بيروح يتكلم مع لينا وبيقول لها إن مفيش حد هيقدر يحميها دلوقتي، وإنها لازم تتعاقب، وهم كلهم لازم يتعاقبوا زيه، وبيعرض على إن كلايد يسيب لينا عايشة، وكلايد بيهدده بالمسدس، بس زيك ما بيهتمش، وكلايد بيتراجع في كلامه لكن بيصر ياخد لينا ويخرج، وبيروح بيها على بيت والده، وزنج بيكرر اللي اعترضوا على الأوامر قبل كده، وبيضربهم بالنار واحد ورا التاني وبيصفيهم كلهم، وجيك بيشوف المشهد ده من بعيد وباين انه لسه عايش، وفي الطريق كلايد بيقول لينا انهم دلوقتي هيعيشوا مع بعض، وانه هيديها كل اللي هي محتاجاه، وانهم لازم يتقبلوا الوضع ده من دلوقتي، ولينا باين عليها انها مش قابله الكلام ده خالص. ورجاله جيري بينقلوا الجثث في العربيات، ولما بيرجعوا بيلاقوا ان جيك مش موجود، فبيدوروا عليه في المكان وبيدخلوا المطبخ، وجيك بيكون مستخبي وبينزل من وراهم وبيضربهم، وفجأة بيهجموا عليه وبيحبس واحد منهم في التلاجة، والتاني بيهاجم ويطعنه، وحجمه بيكون اكبر من جيك اضعاف الاضعاف، وبيضربه جامد، لكن جيك في الاخر لحظه بيقدر ان هو يقتله، وبعد كده بيغسل راسه من الدم وبيرطبها كويس، ولما بيطلع بيشوف الناس اللي اتقتلت من غير اي ذنب بيزعل جدا، والمأمور بيدخل وبيشوف اللي حصل وبيقول انه عارف ان جيك مش مسؤول عن اللي حصل ده، لكن مضطر يقبض عليه ويسلمه لجيري، وبيكلبشه في العربية وبياخدوا المصنع. وفي نفس الوقت ده كلايب بيوصل على البيت وبيقابل والده، لما والده بيعرف اللي ابنه ناوي يعمل ايه مع لينا بياخده وبيكلمه على انفراد، وبيقول له ان لينا ديت مش من نفس مستوانا، ما تنفعناش يا ابني، وانها مش موافقه اساسا، فبيقول له يوديها المصنع وهو هيفكر في الموضوع، وباين ان كلايد مالوش اي شخصيه خالص، وكلايد بيحسب لينا معاه. ولما المأمور بيوصل المصنع وجاك بيحاول يفك نفسه من الكلبشات وبيقدر فعلا يفكها، ولما المأمور بيطلب من زيك يشرح له اللي حصل في المطعم ده والناس اللي اتقتلت دي كلها بيعرفوا ان جاك لسه عايش، ولما المأمور بيمنع زيك من الحركة زيك بيقتله فورا وبيضرب عليه كذا طلقة، بيطلب من رجالته ينقلوه، وبعدها بنكتشف ان جاك هرب، وجاك بيبدأ يتسلل جوه المصنع ويقتل الرجالة واحد ورا التاني، ومش راحم ولا واحد يا زميلي، كأنه وحش جبار بالظبط. وبعدين بيقف قدام زيك ويتبادلوا ضرب النار لحد ما اسلحتهم بتفضى تماما، وبتحول القتال من اسلحه لقتال يدوي، وبيبان في الاول خالص ان زيك ليه الافضليه وبيضرب جيك جامد وبيفضل معاه يعاند، وزيك بيكون وحش جبار هو كمان ومش راحم جاك باي طريقه ولا راضي يديله حتى النفس، بس جاك بيفضل يقاوم. لما بيلف الحبل حوالين رقبته بيقتله جاك وبياخد سلاح وبيطلع بيه، وفي الوقت ده بيكون كلايد وصل المصنع مع لينا وبيلاقوا المصنع عادي جدا مفيش فيه حراس، فبيكلموه بيخش عادي، وكلايد لما بيشوف جيك بيهجم عليه بيقرر يقتله بالعربية، لكن جيك بيسبقه وبيضرب عليه نار وبيقتله وبينقذ لينا، ولما بتسأله وقتها عن والدها فبيقول لها انه مات واوين وقتها انتقم لهم، فبيروح بيت جيري وجيك
وجيري بيكون قاعد بيعزف، وفجأة لما بيشوف جيك اللي قدامه بنكتشف الماضي وإن جيري ده في الأصل كان قائد الوحدة اللي جيك كان فيها، هو اللي بعته من الموت في الحرب. وجيري بيؤمر جاك يسيب سلاحه ويسمع كلامه، لكن جيك بيرفض وبيواجه بكل اللي عمله وبيضربه في رجله وبيوقعه على الأرض، وبعدها وبيرمي عليه كحول. وجيري بيترجاه ان هو ما يقتلوش، لكن جاك بيقرر انه يخلص عليه. وبعد اللي حصل ده بيسيب بيته وبيمشي. لينا بتقعد بعد ما دفنت والدها بتعيط عليه كتير جدا، وتاني يوم لينا بتقرر انها تسيب المدينة ويبدأ حياة جديدة. وجاك بينزل على الطريق وبيقول انه يكمل حياته كعابر سبيل، ولينا بتشكره جدا قبل ما يمشي. وبس كده المهمة تمت بنجاح، وصلنا لآخر فيلمنا. لو قلبك ميت وبتحب الأدرينالين فعل الجرس عشان الفيلم الجاي فيه تقصير عظم أكتر من ده. متنساش اللايك المتين والشير والاشتراك في القناة، وخليك دايما جاهز اللي جاي، واشوفك الفيديو الجاي، وسلام.